السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نخزن الطماطم، والطماطم اليومين دول رخيصة جدًا. ده الكيلو كان حوالي ب10 جنيه. جبت كده حوالي 6 كيلو. غسلتهم كويس جدًا، جدًا، وهاشيل العنقود الأخضر ده وهاقسمها نصين وهاحطها في الحلة. زي ما أنتم هتشوفوا كده، بجد بتوفر معاكم وقت ومجهود بجد جبار يا جماعة. هانزل عليها بنص كوباية من المَيّة عشان تساعد كده اللي هي تستوي وما تتحرقش، وكل شوية نقلِّب فيها عشان ما تتحرقش من تحت زي ما أنتم هتشوفوا كده. بُصّوا ما بتاخدش وقت خالص. بعد كده بقى عايزينها تضربوها في الخلاط، تسيبوها تبرد خالص وتضربيها في الخلاط، يا إما لو عندِك هاند بلندر ممكن تشتغلي بيها زي ما أنا هاشتغل كده. هاضربها كويس جدًا وهاصفيها زي ما أنتم هتشوفوا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وبتساعد بجد اللي أنتِ ما تقفيش كتير في المطبخ، وخطيرة يا جماعة وطعمها تحفة بجد. في ناس بتحط لها بنجر، في ناس بتحط لها فلفل أحمر، لأ أنا ما باحطش كده، أنا باحط صلصة. بُصّوا بعد كده هارجعها في الحلة تاني بعد ما صفيتها، وهانزل عليها بعلبة من الصلصة. بجد بتدّيها قوام ولون خطير يا جماعة، والله الكاميرا ظالماها. ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة ملح صغيرة، هاحطها على النار تغلي غلوة واحدة بس، وهاسيبها تبرد خالص، وبعد كده هاعبيها في أكياس واحطها في الفريزر. كل سنة وأنتم طيبين، دخل علينا بقى رمضان. بجد بتوفّر علينا وقت خالص، طول النهار بيبقى في المطبخ. مثلًا أنتِ خلاص زهقتِ بقى إن أنتِ تقفي طول المطبخ تضربي في الطماطم وتسبّكيها وتعمليها. بجد دي تحفة يا جماعة وما بتاخدش وقت خالص. بُصّوا، وأنا كمان عملت منها مكرونة، يا رب الوصفة تعجبكم.